أهلنا الكرام في جبل الباجان العظيم، تأخرت كلماتي قليلا لكنها من البداية كانت معكم. أيها الأهل، لقد تعرضت السويداء لهجمة بربرية وجريمة إبادة جماعية. إنني أعتبر نفسي رافضا لوجودي في هذه السلطة ومتوقفا عن متابعة أي أعمال في ظل إدارتها وحضورها. القنصل زياد زهر الدين اكتشف بعد ما الخارجية قلعته انه منشاق. فجأة الزلمة صار ثائر بعد ما تفنش، يعني بعد ما انفصل. طلع لنا ببيان مصور عم يعلن انشقاقه بعد ما نهب وسرق وسفر عائلته بجوازات سفر دبلوماسية على ألمانيا ليقدموا لجوء. اليوم طالع ببيان عم يوضح انه هو انشق. طبعا البيان الوحيد اللي لازم تطلع فيه هو بيان براءة ذمة من القنصلية. 3 شهور وانت ساكت، ما سمعنا لك نفس، ولا يمكن حتى كنت مفكر انك تطلع وتحكي وتعبر عن رأيك كرمال تضل محافظ على المنصب. واليوم لما راح الكرسي طالع لحتى تعمل ثورة من فوق الطاولة. يعني يا زلمة، يعني انشقاق بعد الطرد، مثل واحد عم يقول أنا هاجمت على العدو بعد ما خلصت المعركة ونظفوا الميدان. لا، وبيحكي أنا ابن جبل الباشان. يعني حتى جبل العرب لو بينطق كان قال لك يا ريتك انشقيت قبل ما تنتهي صلاحيتك. طبعا زياد زهر الدين ذكرني بجودة أبو خميس وقت أسعد خرشوف هجم على الضبع وشلخ له حناكه ليحمي ديبة اللي هي مرت جودة. وجودي كان واقف وعم يمشط شعراته وبيقول كنت ناوي ساعده، يعني عم يخلي جاره يدافع عن مرته وهو عم يتفرج. وهلأ بعد 3 شهور من أحداث السويدة زهر الدين طالع بيقول انشقيت. طبعا انشقاق بعد الطرد مثل اللي بيروح على الحج والناس راجعة.